خلل أمني كبير بالجيش الإسرائيلي. صرح إعلام العدو عن 35 قضية تجسس لصالح إيران، ومن بين هالقضايا تصوير قواعد عسكرية ومنشآت حساسة. الخرق الأمني ما خلص هون. قبل بليلة من مغادرة نتنياهو لأمريكا، نشر مجموعة قراصنة إيرانيين منشور على منصة أكس قالوا فيه إنهم محضرين مفاجأة لنتنياهو. وباليوم الثاني نشر الفريق صورة لقائمة جهات الاتصال الموجودة بتليفون مدير مكتب نتنياهو، وسرعان ما رد المكتب بالنفي. ليرد عليها الفريق بصورة الأعضاء المقربين لنتنياهو يلي بالعادة بيكونوا مقنعين. ما بين النفي والصور الخرق صار واضح، والمعركة مش بس على الجبهة، صارت جوا المنظومة. برأيكم هل هذا مجرد خرق ولا بداية لسقوط أمن كبير؟ الجواب إلكم.